ايه الفرق ما بين الفيرب hear والفيرب listen؟ بصوا يا جماعه، الفيرب hear معناها ان انت تسمع حاجه بدون قصد. يعني مثلا لو انا قلت yesterday I heard you talking، معناها ان انا امبارح سمعتك بتتكلم بس ما كنتش قاصد ان انا اسمعك. I heard you talking. I heard you talking to Mark. لكن listen to معناها ان انا بستمع لحاجه قصدي ان انا اسمعها. زي مثلا ما اقول I listen to music، تمام، انا بستمع للموسيقى. talk I'm listening to you، اتكلم انا سامعك كويس. I am talking. You're just not listening. Are you listening to me? I am. في بقى expression اسمه hear someone out، وده معناها ان انت تسمع حد لغايه ما يخلص كلامه. فمثلا ممكن اقول at least hear me out before making up your mind. At least hear me out. عندنا بقى الفيرب eavesdrop، وده معناه ان انت تتصنت على الكلام بتاع حد او على محادثه حد او حد بيتكلم، يعني اللي هو زي ما بنقول بالمصري انت بتلمع اوكر، تمام. عشان كده دايما بنقول ان walls have ears، او الحيطان ليها ودان. Let's eavesdrop. You shouldn't eavesdrop. And frankly, the walls have ears. I swear the walls have ears. تقدر برضو تستخدم الفريزال فيرب listening on someone or something، وبرضو دي معناها ان انت بتتصنت على المحادثة بتاعة شخص او بتتصنت على شيء، تمام. I've been listening in on our secret conversations. You've been listening in on our conversation. برضو في الاكسبريشن prick up my ears، وده معناها ان انت بتتصنت على كلام او محادثة معينة بعد ما تسمع حاجة كده كانت exciting او رائعة كده وانت في السكة، او حتى سمعت اسمك فتبتدي ان انت to prick up your ears. Volunteers? Prick up thine ears. Prick up your freaking ears. الفيرب بريك اب ده جاي من الاكشن بتاع الانيمالز، بالذات الدوجز، بالذات لما بيسمعوا حاجه او صوت عالي او حاجه كده تشد انتباههم، تلاقي على طول ودانهم وقفت كده عشان يسمعوا اللي بيحصل. فعشان كده الاكسبريشن جاي من ده، ان انت تبتدي تتصنت على حاجه معينه عشان انت سمعت حاجه اكسايتنج او حاجه فيها اسمك.